بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنحضر الغدا مع بعض. هنعمل غدا سهل وسريع وكمان على قد الايد. هنعمل طاجن الرز المعمر وازاي يطلع معاكي مظبوط بالشكل ده، وكمان هنعمل مع بعض كباب حله بالقوانص بطريقه اقتصاديه سهل وسريع. يلا نشوف هنحضر الغدا مع بعض ازاي. يلا بينا. اول حاجه هعمل معاكم الرز المعمر. عندي هنا الصينيه بتاعتي حاطه فيها حوالي 5 كوبايات من الرز. اعملي كميه الرز حسب عدد افراد الاسره. كل كوبايه من الرز ليها كوبايه من اللبن. ظبطت بقى الملح يعني بتاع الرز، حطيت معلقتين من الملح واحط معلقه كبيره من السمنه. يا ريت بقى لو عندك سمنه بلدي، بس انا مستخدمه سمنه نباتي عادي يعني. اي سمنه عندك استخدميهم. وهقلب بقى السمنه مع الملح بالرز. قلبوا يعني عايزه الملح ويعني ايه والسمنه يتقلبوا مع الرز كويس. هقلبهم. قلب بقى السمنه مع الملح. تقليب بقى تقليب. هجيب بقى اللبن بتاعي. لازم اللبن يكون مغلي، يكون سخن يعني، ما يكونش بارد عشان الرز يستوي معاكي على طول. اللبن ده طبعا ده سخن. هصب بقى اللبن. كمية اللبن بقى المظبوطة، لازم يكون اللبن يعني الرز متغطي باللبن، تكون كمية اللبن كبيرة. ده مقدار بقى اللبن. هقلبهم علشان بقى يعني لو في ملح ولا حاجة ولا السمنة كله يتقلب مع بعضه. وهزود عليه بقى معلقتين من قشطة وش اللبن. انا عندي بقى في التلاجة. لو ما عندكيش يعني اعملي عادي هيطلع برضو مظبوط، بس اهم حاجة اللبن يكون كامل الدسم. هقلب برضو وادخله بقى الفرن يستوي. احطه تحت الشوايه ياخد يعني يعمل معايا وش، وبعد كده اطفي الشوايه وهسيبه يعني لحد ما يستوي، يكون مولعه الفرن من تحت. دلوقتي بقى هحضر معاكم كباب الحله بالقوانص بطريقه سهله وبسيطه. تعملي كباب حله. لو ما عندكيش لحمه وعايز تعملي برضو حاجه اقتصاديه، جبت بقى حله وحطيت فيها معلقه من السمنه، وهسيب السمنه تسخن معايا كويس لحد السمنه ما تسيح. جربي تعملي القوانص بقى بطريقه كباب الحله دي، بجد هتعجبك جدا. فكره برضو بسيطه وعلى قد اليد. هنزل بقى بكميه القوانص اللي عندي. انا عندي حوالي نص كيلو من القوانص. انا غسلها طبعا كويس ومنضفاها. غسلها طبعا كويس ومقطعاها. هنزل بقى بالكميه اللي عندي حوالي نص كيلو. هديهم بقى صدمه في معلقه السمنه، يعني اقلبهم يعني يتشوحوا معايا مجرد تشويحه. هغطي بقى عليهم. هديهم برضو تقريبا كمان. انا بشوح القوانص معلقه السمنه. اديهم برضو تقليبه. هظبط لهم بقى البهارات. انا احط بهارات بسيطه. احط بقى يعني معلقه من السبع بهارات ومعلقه من الفلفل الاسمر، واديهم تقليبه برضو مع بعض. انا مش هكتر بهارات، انا بحب يعني ما بحبش اكتر بهارات في الاكل. هدي بقى اشوح بقى القوانص يعني مع البهارات. جربي بقى تعملي القوانص بالطريقه دي، بجد هتعجبك. طريقه سهله وبسيطه وبجد طعمها جميل. برضو تقليبه واغطي بقى عليهم واسيبهم حوالي 5 دقايق يعني مع بعض. بعد كده افرم عندي بصلايه كبيره في الكبه، وممكن تقطعها قطع صغيره، واشوح بقى البصل مع القوانص. تقليبه برضو. ديهم تقليبه. هظبط بقى الملح وهدي بقى عليها النار واغطي بقى عليها واسيبها لغايه تستوي معايا. هي ما بتاخدش حاجه وبتكون مستويه. ده شكلها بعد ما استوت. عامله صوص جميل، ممكن تزوديها نص كوبايه من الميه يعني، وسيبها تاخد غلوتين كمان. بس هي كده مظبوطه معايا. كباب حله اقتصادي يعني، جربوه بجد هيعجبكم. طريقه اقتصاديه. ده شكل بقى الاكل بعد ما استوى. شكل ده كان الرز المعمر بعد ما طلع من الفرن، ما شاء الله، واخد لونه مستوي ومفلفل وجميل. جربوا الطريقه دي. ودي بقى القوانص بعد ما استوت، ما شاء الله، برضه عامله صوص جميل. انا زودتها نص كوبايه من الميه وغليتها غلوه. شايفين شكلها بجد جميله جدا وبجد طعمها جميل. جربوا الغدا بتاع النهارده اقتصادي بجد وسهل وسريع. اي حد يقدر يعمله على قد الايد برضه يعني. نص كيلو من القوانص، نص كيلو من اللبن، هتعملي بقى احلى غدا لاولادك. جربي بقى غدا النهارده. بس يا ريت لو عجبك فيديو النهارده تنوري بقى بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبي لي كومنت يشجعني عشان اعمل لك افكار بسيطه وعلى قد الايد مع مطبخ التوفير مع ام محمد.